مشاكل كتير بتقابلنا واحنا بنربي أولادنا، بس اللي ما نعرفهوش ان مفيش مشكلة ملهاش سبب، زي ما مفيش مشكلة ملهاش حل. انا معاكم ميس مرام في مشكلة كبيرة وحل بسيط، وهعرض لكم شوية مشاكل بأسبابها وازاي نتغلب عليها كمان. وهبدأ معاكم بأول مشكلة، وهو الطفل اللي دايما بيبقى غضبان ومتمرد. زي ما احنا شايفين كده بالظبط، الطفل ده دايما ما بيتعرضش لا المدح ولا الشكر ولا التقدير، فدايما بيبقى عنده كده زي تمرد على كل شيء، لان هو سواء كده او كده ما بيتمدحش. علشان كده دايما تقدريه وتمدحيه وتشجعيه على كل حاجة هو بيعملها. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعاطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة. ابني بيضرب الأولاد صحابه في المدرسة، ابني عنيف جدا في تعامله مع غيره. طبعا الطفل مش هيكتسب السلوك ده من عنده، لا احنا اكيد طبعا بنتعامل مع الطفل بعنف وبسلبية وبالضرب وبالزعيق، فهو اكتسب مننا السلوك ده. فبسبب كده اكيد طبعا هيتعامل بالطريقة ديت مع غيره، لان هي بتبقى بالنسبة له نوع من انواع التعبير عن الغضب، عن الفرحة، عن السعادة، عن المشاركة، عن اي حاجة، فبيتخذ السلوك ده للتعبير. طيب احل ازاي الموضوع ده؟ اول حاجة لازم اعتذر له عن كل المواقف اللي انا ضربته فيها، كمان امنع موضوع الضرب ده نهائي. حتى لو ابني مستفز لازم يكون عندي ثبات انفعالي وامسك نفسي، بحيث ان انا اتجنب تماما ان انا في يوم من الايام ممكن اضربه. ابني ضعيف في الكلام، بيتهته، بيلقلق، ما عندهوش حصيلة لغوية كافية، وده طبعا بسبب ان انا ما بحاورهوش كتير، ما بطورلهوش مهارة لغة الحوار، ما بتكلمش معاه كتير، ما بزودلهوش الحصيلة اللغوية عنده. فطبعا الحاجات دي بتسبب ضعف في الكلام عند الطفل. ايه الحل؟ لازم اتكلم معاه، لازم احطه في مواقف كتير علشان اطور عنده مهارة لغة الحوار ومهارة حل المشكلات، بحيث ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه اعلى، علشان يقدر يتكلم مع كل اللي حواليه بشكل كويس وبشكل ايجابي. ابني ما بيسمعش الكلام ابدا، كل ما اقوله حاجة يقولي لا، او ما يسمعش اصلا، او يعمل نفسه مش سامع. طول الوقت انا شغالة طلبات، اعمل كذا، سوي كذا، خلي كذا. الحاجات دي طبعا مرهقة جدا للطفل، وبتسبب ان هو مش عايز يعمل حاجة، جاله تبلد خلاص، انا مش هعمل اي حاجة، رفض وتمرد وعند. وطبعا الحاجات دي بسبب كتر الطلبات. طب هعمل ايه؟ دايما اشاركه في الطلبات دي، ما اقولهوش وموجهلهوش امر بشكل مباشر. متنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان غيركم كمان يستفيد. ابني ما عندهوش ثقة في نفسه خالص، ودايما بيبقى خايف من اي تجمعات، دايما مهزوز، مش عارف هو عامل الحاجة دي صح ولا غلط، حلوة ولا وحشة. طيب ده الخلل ده بيبقى بسبب ان انا ما بشجعهوش، ما بوجههوش. دايما لما بيعمل الحاجة الصح والحلوة مش بشجعه عليها ومش بهنيه عليها، دايما بركز بس على الحاجات الغلط والحاجات الوحشة اللي هو بيعملها. الحل ايه؟ دايما اشجعه، دايما احييه، دايما اعزز ثقته في نفسه عن طريق ان انا اشوف النقاط الحلوة اللي فيه ودايما اوجهه ليها، علشان كده هو هيبقى عنده ثقة في نفسه. غير كده اكيد طبعا ثقته في نفسه هتقل. اكيد كلنا بنعاني من سلوك الكذب عند اولادنا، وان هو يبقى صفة فيهم وتفضل معاهم لغاية ما يكبروا. بس يا ترى عمرنا سألنا ده بسبب ايه؟ الكذب ده بيبقى بسبب شدة العقاب، وان انا مش قريبة لابني او مخلياه يبقى صريح معايا، دايما خايف يصارحني، دايما خايف ان هو يقولي حاجة علشان انا قبل كده عاقبته جامد، فعلشان كده بقى بيكذب عليا خوفا من ان هو يتعاقب عقاب شديد تاني. طيب الحل ايه يا ميس مرام؟ لازم ان احنا نخلي في ما بيننا وما بين اولادنا لغة حوار، في صداقة، في صراحة، ما بنكدبش على بعض. اولادنا مش بيشوفونا بنكدب على اللي حوالينا، علشان كده
هما هيكتسبوا ان هما ييجوا يكلمونا ويحكوا معانا بكل صراحة، وبكده انا كسرت سلوك الكذب عند الطفل. ابني مش اجتماعي، منطوي على نفسه، طول الوقت قاعد لوحده، مش بيتكلم مع حد كتير، مش بيتعامل مع اللي حواليه. يا ترى ده ليه؟ بسبب ان انا طول الوقت مشغولة عنه، مفيش لغة حوار ما بينا، مش بشاركه في اعماله اليومية، في العابه، في حاجاته. فكل ده بيأثر على الطفل، فما بيبقاش عنده خبرة في التعامل مع الغير، فبيبقى عنده انطوائية اكتر. طيب اعالج الحوار ده ازاي؟ لازم ابقى مخصصة لابني وقت انا بلعب معاه، انا بشاركه في العابه، بشاركه في مهام يومه. لازم يبقى فيه لغة حوار ما بيننا، ولغة الحوار دي اهم حاجة بتأثر على سلوك الطفل وبتقرب ما بين الوالدين والطفل. طفل بيعاني من ضعف في شخصيته، وان هو ما بيعرفش ياخد حقه ومبيعرفش يتكلم كويس، كل الحاجات ديت بسبب التهديد، شدة العقاب، دايما شديدة عليه وجامدة معاه. الحاجات دي كلها بتخلي شخصية الطفل ضعيفة جدا، وبتخليه ما عندهوش اصلا شخصية. طيب احل ازاي الموضوع ده؟ لازم ابقى مخلية ابني يعبر عن نفسه، يعبر عن مشاعره، ايه اللي مضايقه، ايه اللي مفرحه، ايه اللي مخليه غضبان. الحاجات دي كلها هتقوي من شخصية الطفل. بلاش اصدار الاوامر الكتير وكن فيكون، لا، نسيب مساحة لاولادنا ان هم يعبروا عن شخصيتهم، وان هم يختاروا ويفرضوا شخصيتهم شوية، مش كل حاجة تبقى احنا وبس. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة، وكمان تشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعاطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة. ولو عندكم أي مشاكل ممكن تبعتوا لنا في رسالة على صفحتنا على الفيسبوك أو تكتبوها لنا في كومنت.